بيبدأ الفيلم مع دكتور في الجامعة وهو بيحاول ينتحر ويرمي نفسه من السطوح، ولما الأمن بيطلع علشان ينقذه بيرمي نفسه فعلا وبيموت. وبعدها بنروح نشوف الدكتورة نيتشه وهي في الجامعة وبتدي محاضرة عن النوم وقد إيه هو مهم عند الإنسان، وإن المعدل الطبيعي للنوم هو 8 ساعات وما ينفعش ينقصوا. وبتتكلم عن الأرق وإنه لو زاد عن يومين ممكن يسبب مشاكل وضرر كبير للجسم والمخ. وتاني يوم بنشوف جين بنت ذكية وشاطرة في دراستها، وبنشوفها وهي بتتكلم عن ازاي بتستغل يومها صح، بس للأسف بيكون عليها ديون ومش عارفة ازاي هتسدها. وبتروح للدكتورة علشان تسألها عن أي وظيفة في الكلية، فبتقول لها إن في مساعد دكتور في المعمل بس بيكون مرتبها قليل جدا. فبتقترح عليها الدكتورة إنها تروح لشركة ألمانية فتحت جديد علشان يطوروا دواء معين، وإنها ممكن تلاقي شغل هناك بمرتب أحسن من هنا. وبتديها العنوان وفعلا جيم بتروح على طول، وهناك بتقابل الدكتور ميلر المتخصص عن تطوير العلاج، وبيقول لها انهم بيحاولوا انهم يعملوا دواء جديد علشان يخلي الناس صاحيه اطول وقت ممكن. وبيشرح لها ان الميلاتونين هو الماده المسؤوله عن النوم في الجسم، وان عكسها هو ماده الكرواتونين. وبيقول لها انها لو اشتركت معاهم في التجربه بتاعتهم هيدوها 100,000 جنيه، وده بيكون مبلغ كويس جدا علشان تسد بيه ديونها. وبتوافق جين انها تنضم ليهم، فبيزرع الدكتور في رقبتها شريحه علشان تلم الكرواتونين من الجسم، وبيلبسها ساعه علشان لما العداد بتاعها يوصل ل 100% ترجع له تاني ويشيل الشريحه. وبيقول لها ان اهم حاجه دلوقتي انها ما تنامش خالص، وانها لو حاولت تنام المنبه اللي في ايديها هيشتغل علشان ينبهها، بس لو ما صحيتش هتموت. وبتروح جين وبتكون قلقانه شويه من الموضوع ده، وبتبدا تضيع وقت وبتروح علشان تطمن على جدتها، وبتتخض لما بتشوفها واقعه على الارض، بس بتطلع انها وقعت طقم السنان بتاعها ونزلت عشان تجيبه. وبيقعدوا يتكلموا ويضحكوا مع بعض لحد ما جوان اخت جين بتوصل، وبتنزل جين علشان تتكلم معاهم علشان الوقت اتاخر، بس اختها بترد عليها بطريقه وحشه. ولما جين بتحاول تمسكها تليفون جوان بيقع وبيتكسر. وتاني يوم جين بتروح الجامعة وهي قاعدة في الكافيتيريا بيجي وين زميلها في الكلية، واللي بيكون عكس جين خالص لأنه شخص فاضي ومش بيعمل أي حاجة في حياته غير السهر واللعب. وبيسأل جين لو هي مشتركة في تجربة النوم الممنوع، بس جين بتقول له إن هم ما ينفعش يتكلموا في الموضوع ده، وبتعرف إن وين كمان مشترك زيها. وهم بيتكلموا بتدخل سين واللي بتكون بلوجر وعندها متابعين كتير على الانستجرام، وكمان بيجي بيتش وهو كمان جيمر وعنده قناة وعليها متابعين كتير بس مش بيكون عنده صحاب. وبيجتمعوا هما الأربعة وبيكونوا هما الأربعة مشتركين في التجربة، وأول ما بيكملوا أول مرحلة بتجيلهم فلوس كتير وكل واحد بيشتري اللي نفسه فيه. وبتروح جين بعد ما اشترت كل اللي عاوزاه بتجيب تليفون جديد لجوان بدل اللي اتكسر. وتاني يوم بيرجعوا للدكتور ميلر واللي بيقول لهم ان المرحلة التانية هتكون مفيش نوم لمدة 5 أيام، وهيكون المقابل بتاعها 500,000 جنيه. وبتتبسط جين لأنها بالمبلغ ده هتسد كل ديونها وهيكون معاها مبلغ كبير باقي. وبيعدي اليوم الأول كويس جدا، بس مع اليوم التالت بتبدأ التأثيرات بتاعة عدم النوم تظهر، وبيكونوا كلهم مشوشين. وأولهم وين وهو رايح يلعب سلة مع أصحابه بيدوخ وبيقع، ولما بيحاول صحابه يفوقوه بيتهيأ ان سمع واحد بيشتمه وبيروح يضربه، بس اصحابه بيقولوا له ان محدش شتمه وانه بيتهيأ له. وبنرجع لجين واللي بتكون متوترة جدا وقاعدة مع أختها وبتسألها هي ليه متغيرة بقالها فترة، وإن كل تصرفاتها بتدل على إنها متوترة وقلقانة. وتاني يوم وهي في الكلية بتتخيل جين إن في واحدة من الجثث هي جدتها وبتصرخ وبيكون باين عليها القلق والتوتر. وبيجتمعوا في الكافيتيريا وبتقول لهم سين إن مستوى الكراتونين مش بيزيد زي الأول، بس بيكون أعلى واحد فيهم هو وين. فبيقول لهم علشان هو نشيط ودايما بيعمل رياضة، وساعتها بيبدأ يعملوا كل حاجة فيها حركة ونشاط، وبيشربوا مشروبات علشان تزود الطاقة والنشاط. وبنشوف سين وهي تعبانة ومرهقة، ولما بتكون في أوضتها بتسمع صوتها وهو متكرر، وبتدخل الأوضة بتاعتها وبتلاقي إن الصور محوطاها في كل مكان، وكل فيديوهاتها عمالة بتتعاد لحد ما بتنهار وبتقع مغمى عليها. وبيبدأ الإنذار بتاع الساعة اللي في إيديها يشتغل، وبيكون فاضل دقيقة في العداد اللي في إيدها، واللي بعدها بيموت الشخص اللي لابس الساعة، بس بيجوا اصحابها وبينقذوها في اخر لحظة. وتاني يوم بيروحوا كلهم للدكتور ميلر وبيقرروا انهم ينسحبوا من التجربة دي، بس بيحاول يغريهم وبيقول لهم ان المرحلة الثالثة الجائزة بتاعتها 1,000,000 جنيه، بس برضه بيصمموا. وبيمشي بيتش ووين ووراهم سين وجين. وتاني يوم بتكون جينا عند الدكتورة نيتشه واللي بتقول لها ان درجاتها ضعيفة الترم ده، فبتحكي لها جينا عن تجربتها بتاعة النوم الممنوع. وبعد كده بتروح لاختها على المستشفى علشان جدتها محجوزة هناك، وبيكون علاج جدتها هيكلف مبلغ كبير، بس جين مش معاها المبلغ ده دلوقتي. وبتتفاجئ لما بتلاقي جوان ادتها فلوس كتير محطوطة في ظرف من بتوع الشركة المسؤولة عن تجربة النوم الممنوع، وبتزعق لاختها علشان اشتركت في التجربة دي من غير ما تقول لها، بس بترد عليها وبتقول لها انها عملت كده قبلها. وتاني يوم بتروح جين لمقر الشركة وبتدخل على الدكتور ميلر وبتلاقيه بيركب الشريحة التانية لأختها، وبيهدد جين
انها لو ما جابتش اصحابها علشان يكملوا المرحله الثالثه مش هيشيل الشريحه من رقبه اختها. فبتروح جين علشان تقابل صحابها وتقول لهم على اللي حصل، بس بيعتذروا لها وبيقولوا لها ان التجربه كانت صعبه عليهم وانهم بالعافيه فلتوا منها. بس وين بيدخل وبيقنعهم انهم يساعدوا جين، وفعلا تاني يوم بيروحوا كلهم للمعمل تاني وبيكونوا عاملين حسابهم وخلوا الدكتوره نيتشه تديهم حقنه فيها منبه قوي مش هيخليهم يناموا لفتره كبيره. وبتمر الايام في المرحله الثالثه، بس مع اليوم السادس بتبدا الهلاويس تظهر عليهم. ولما سين بتبص على نفسها في المرايه بيتهيأ لها ان وشها باظ من كتر الحبوب اللي بتطلع عليه. وبنشوف بيتشو وهو بيلعب اللعبه اللي بيحبها، بس فجاه بيسمع صوت اللعبه اللي بيلعبها من حواليه وبيحس انه جوه اللعبه. وبعد شويه بيجتمعوا وبيبدا بيتشي يتخانق مع وين لان هو اللي اقنعهم انهم يرجعوا للتجربه تاني. وبتدور جين جوه المكان اللي موجودين فيه لحد ما بتلاقي مكان كله كاميرات، وبتكتشف انهم كانوا متراقبين طول المده اللي عدت. وكمان بتلاقي ملفات عليها شعار المركز اللي بيعملوا فيه التجربه. وبتكتشف جين ان كل ده من تخطيط الدكتوره نيتشه، وان هي السبب الرئيسي انهم يعرفوا المركز والتجربه اللي بتتعمل مقابل فلوس كتير. ولما بترجع جين لاصحابها بيحاولوا انهم يلاقوا مكان يخرجوا منه، بس الابواب كلها بتكون مقفوله ومفيش شبكه علشان يتواصلوا مع اي حد. لحد ما بتيجي فكره لجين، وهي انها تدي حقنه لوين وبتخليه شبه ميت لوقت قصير. ولما بتيجي الدكتوره نيتشه بتفتكر ان وين ميت، فبتاخده معاها وبتطلع بره المكان. بس لما بيفوق وين بيضربها وبيجوا الباقيين. وبتقول جين للدكتوره نيتشه انها خدعتها علشان تفتكر ان وين ميت، وبتسالها هي عملت كده ليه. فبتوريهم حبيبها جاي وهو في غيبوبه، وبتقول لهم انه كان بيحب شغله جدا وابحاثه لدرجة انه ما بقاش ينام وحصلت له هلاويس ورمى نفسه من فوق السطح وهو دلوقتي في غيبوبة. وانها اكتشفت ان الكرواتونين هو المادة المناسبة لعلاج الغيبوبة، علشان كده هي عملت تجربة النوم الممنوع. وبتقول لهم ان مش هم بس اللي اتعملت عليهم التجربة دي، وبتوريهم مكان الشرايح اللي هي ركبتها. وبتحاول نيتشه انها تنتقم منهم، فبتخدر جين وبيغمن عليها وبيبدأ العداد بتاعها يعد، وبيكونوا كلهم قلقانين عليها لا تموت. وبيتخانق بيتشو وسون مع الدكتوره نيتشه لحد ما بيغمن عليها. وفي الوقت ده بتكون الدقيقه عدت وبتموت جين، وبتكون جوان حاسه بالذنب اتجاه اختها ومنهاره جدا على فراقها لحد ما بتخبطها جامد على قلبها وبتفوق جين من الخبطه دي. وبعد كام يوم بيرجع كل واحد فيهم لحياته العاديه، وبنشوف جين وجوان وهم قاعدين يهزروا ويضحكوا مع جدتهم بعد ما صحتها اتحسنت. وبالليل بيكونوا كلهم متجمعين في خيمه وبيتفرجوا على فيلم وبيلعبوا مع بعض. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت. كان معاكم محمد نوبي.